الممثل المصري ما بيعرفش يتكلم لغة عربية فصحى. ده كان التصريح اللي طلع ترند من فترة للفنان السوري سلوم حداد، ان هو بيتريق على الممثلين المصريين، وكل الجمهور اللي قدامه كان بيضحك جدا ويقهقه على الموضوع ما شاء الله يعني. ولكن هو في حاجة كمان انا حابب اضيفها لكلام استاذ سلوم حداد، الا وهي ان الممثل السنغالي هو افضل ممثل في العالم، والممثل الامريكي المفروض ان هو ياخد ورش عند الممثل السنغالي علشان يتعلم التمثيل بشكل افضل. انا مش فاهم ليه الموضوع ده كان ترند من فتره، وانا ما حبيتش اتكلم عشان الناس ما تقولكش انت بتركب الترند ولا حاجه. انا حابب اتكلم عليه بعد ما خلص تماما، لان شايف ان حتى الان الناس بتتكلم في الموضوع وبيعملوا مقارنات ما بين الفن ده والفن ده السوري والمصري باللغه العربيه الفصحى، ودي قمه التفاهه. قمة التفاهة يا جدعان. يا جدعان احنا دولتين طلعان تربنتينهم، يعني سوريا بص الوضع فيها عامل ازاي، ومصر بص يعني على شفا حرب، خلاص احنا في كوارث. وهو ده اللي شاغلنا، يعني هو ده فكرة ان احنا قاعدين نتكلم في مين بيتكلم لغة عربية احسن من التاني ومين. انتوا واصلين في الرفاهية للمرحلة دي. انا مش عارف بصراحة ايه التفاهة اللي احنا فيها دي، لان يعني احنا وصلنا لمرحلة مش لطيفة خالص. وماشي يا استاذ سلوم، احنا ما بنعرفش نتكلم لغة عربي، سيبناها لك. والممثل السنغالي افضل ممثل في العالم، وكل دي اراء. اتمنى يعني ان احنا ما نشوفهاش تاني كتير، لان ده موضوع تافه جدا. وحابب اضيف حاجة بسيطة، ان الممثل المحترف ما ينفعش يتكلم عن ممثلين محترفين تاني عن مستواهم تماما. فواضح ان انت بس ناقص عندك حتة احترافية وبس كده. لو عجبك رأيي ما تنساش تكتب لي كومنت اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجة، وتابعني بنزل محتوى عن التمثيل، وما تنساش اللايك. وسلام.